تخيل كده لو طية من الانتربول وقعت في حب لص محترف، يا ترى مين فيهم اللي هيغير التاني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيلم النهارده. بيبدأ الفيلم بدخول سايروس لمزاد في مدينة البندقية لبيع لوحات فنية، وبيكلم فريقه وبيتأكد انهم في موقعهم اللي اتفقوا عليها. وفي مكان تاني قريب من المزاد بتكون زي عميلة من الانتربول من وحدة حماية التراث الثقافي، وبتكون زي واقفة بتراقب اللي بيحصل داخل المزاد، وبالتحديد بتراقب سايروس اللي بتكون بتطارده من فترة طويلة، وبتتأكد ان فريقها من الشرطة موجود في مكانه علشان لو اي حد حاول يسرق اي حاجة يتفاجئ بوجودهم. ولما بيجي دور لوحة EFT الرقمية للفنان المجهول إن8 بيعرض سايروس 12 مليون دولار مقابلها، وبيبص في كاميرا المراقبة علشان يظهر نفسه للشرطة. فبتفهم جي انه عارف بوجودهم، وبتقول لفريقها انه عارف انها موجودة هنا، وعلى الرغم من كده مش متنكر، وبتحاول تفكر هو هيسرق ايه من المزاد. واول حاجة بتستبعدها انه هيسرق لوحة EFT لانها لوحة رقمية ومش مهمة بالنسبة له. وبيوصل سايروس لسعر 20 مليون دولار مقابلها، وبيقول لفريقه يستعدوا. واول ما اللوحة بتبدأ تتباع بيبدأ ماجنوس اللي بيقدر يفتح اي خزنة ان هو يسرق لوحة فان جوخ، وبيشغل لوك مهندس الفريق انذار كاذب في القاعة. وبتروح ميسون واحدة من فريق سايروس للفنان إن8، وبيعرض عليه سايروس ان هم يكملوا عملية البيع في اليخت بتاعه، وبياخده معاه وبيمشي. وبتدخل جيل المزاد وبتعرف الامن ان المكان بيتعرض للسرقة، وبتطلب منهم يقفلوا كل المخارج حالا. بس في الوقت ده بيكون ماجنوس من فريق سايروس قدر يسرق خلاص لوحة فان جوخ، وبيركب سايروس وإن8 مركب صغيرة علشان يوصلهم لليخت مع ميسون اللي بتكون هاكر للمعلومات كلها، وبتكون معاهم كاميلا وبتكون هي اللي هتسوق المركب اللي هم فيها. وبتعتقد وقتها جي ان سايروس بيحاول يخطف الفنان إن8 مش لوحة من المزاد، لان هو استحالة يكون معاه مبلغ 20 مليون دولار علشان يدفعهم مقابل لوحة. علشان يعرف رموز الدخول اللوحة الرقمية محتاج يعرفها من الفنان نفسه. وبيرمي ماجنوس اللوحة في المية بعد ما بيحطها في جهاز تعقب وكيس حماية ضد المية، وبياخدها لوك في قارب لوحده. وبتطلع جي من القاعة وبتطلب من المساعد ستيفان يجهز لها قارب بسرعة، وبتحاول انها توصل لسايروس بس مساعدته بتشغل انذار الحريق. فبيوصل قارب اطفاء قدامها وبيعطلها، بس جي بتنزل من المركب وبتركب واحد تاني بسرعة. وبتقول كاميلا مساعدة سايروس لإن8 ان جي تقريبا واحدة من معجبينه وشكلها مهووسة بيه علشان ما ياخدش باله ان في حاجة غلط. وبتشغل المركب على اعلى سرعة وبتجري جي وراهم باعلى سرعة هي كمان، وبتكون جي خلاص قربت انها تمسكهم. بس ميسون بتقدر تخترق جهاز التحكم في الفواصل المائية وبترفعها بعد ما بيعدوا، وبتقدر انها تمنع جي من ان هي تتعقبهم. وبيوصل سايروس لليخت بتاعه وبيقول لإن8 ان هو ممكن يثق فيهم ويخلع القناع بتاعه، وبيكملوا البيع وبيبعتوا الفلوس لإن8 وبيحتفلوا معاه ببيع لوحته بسعر كويس، وبيفضلوا يحتفلوا مع بعض طول الليل. وفي مكان تاني بتكون جي بتراجع كاميرات المراقبة، وبتكتشف ان في واحد من المشتريين كان بيمثل انه اعرج، فبتعتقد ان هو من فريق سايروس، وبتطلب من فريقها ان هم يلاقوه. وتاني يوم بيكون خبر اختطاف إن8 اتنشر في كل مكان، وبيصحى إن8 في اليخت على صوت تليفونه، وبيسأل ساريوس ايه اللي بيحصل. فبيقول له ساريوس ان هو فريق من محبين الفن، وان هدفهم يحافظوا على اللوحات وياخدوها من الاشخاص اللي ما يستحقوهاش، وان اثناء ما الشرطة كانت بتطاردهم قدر 2 من فريقه ان هم يسرقوا لوحة فان جوخ وباعوها مقابل 20 مليون دولار، ودفعوا له اللوحة ديت مقابل لوحته هي. وبيقول له كمان ان هم زيفوا اختطافه علشان يعملوا ضجة ويبيعوا لوحته بأعلى سعر، وبيقدروا ان هم يبيعوها على الدارك ويب مقابل 89 مليون دولار، وان هم استخدموا الانتربول والشرطة والصحافة علشان يعملوا لهم دعاية مجانية. ومش بيتضايق إن8 من اللي حصل، بالعكس بيتبسط لان لوحته تفوقت على لوحة فان جوخ، وبيحتفل معاهم. بس بيتفاجئ ساريوس في الوقت ده ان في واحد من فريقه مش موجود، وبيكون هو نفسه دانتون اللي قدرت جي توصل ليه، واللي بيكون دوره في الفريق هو التنكر. وفي نفس الوقت ده بتكون جي قاعدة بتحقق معاه في تهم كتير من الاحتيال والسرقة، وبيعترف بيهم كلهم، بس هو بينكر معرفته بساريوس، وبيقول لها ان هو ما شافوش قبل كده. فبتهدده انه ممكن يتسجن لمدة 20 سنة لو ما تعاونش معاهم. بس في الوقت ده بيوصل ليها صندوق وبيكون جواه صور ليها مع ساريوس وحاجات خاصة بيهم هما الاتنين. فبتقول لمساعدها ان هما هيسافروا لندن وهياخدوا دانتون معاهم. وفي نفس الوقت في مكتب الانتربول بيتم استدعاء جي من مديرها هيكلي في قسم الارهاب، وبيقول لها ان هو محتاج مساعدة ساريوس في قضية مهمة، وبيعرض لها صورة مجرم اسمه لارس، وبيقول لها ان هو بيعمل عمليات ارهابية كتير علشان يرفع اسهم شركته، وانه بيتسبب في موت اشخاص كتير، وان هو قدر يشتري واحد من رجالته اسمه ارثر، وبين خلاله قدر يعرف عملية لارس الجديدة اللي هتتم بمساعدة منظمة هاكر خطيرة جدا اسمها ليفايسن، واللي هيفجروا فيها سدود وفواصل مائية، وده هيتسبب في جفاف ومجاعات وموت ملايين الاشخاص. وليفايسن هتاخد في العملية ديت نص مليار دولار ذهب. وبتفهم وقتها جي ان المطلوب من ساريوس وفريقه ان هم يسرقوا الذهب ده اثناء نقله من لندن لمدينة زيورخ، بس بتعترض وبتقول ان ساريوس مخادع،
وما ينفعش يثقوا فيه. بس هيكلي بيكون مصر على استخدام ساريوس في القضية لأن الوقت قصير جدا ومفيش حد بمستوى مهارات ساريوس عشان يقدروا يثقوا فيه، وبيقول لها إنها لازم تقنعه. وبنفهم من المحادثة دي إن كان في علاقة سابقة بين جي وساريوس، وبتروح جي لساريوس فعلا شقته وبيفكرها بعلاقتهم اللي استمرت لمدة أسبوع في باريس، بس بتقوله إن هما الاتنين استخدموا شخصيات مزيفة، وإنها لو كانت تعرف إنه حرامي ما كانتش هتعجب بيه أبدا. وبتقوله كمان إن عندها أوامر بعرض اتفاق عليه، فبيضحك ساريوس وما بيكونش مصدق اللي سمعه منها. وبتكمل جي كلامها وبتقوله إنه هيسرق دهب كتير، بس لما بتقوله اسم لارس بيرفض المهمة تماما، وبيقول لها إن هو شخص خطير وبيقتل أي حد بيضايقه. فبتقوله جي إن هما معاهم دليل ضده واللي متعلق بسرقتهم للوحة فان جوخ، وبتقوله كمان ان اللي اشتراها اعترف على لوكو وماجنوس، وبتقوله ان دانتون هيتسجن وان كاميلا ما شافتش عيلتها من 8 سنين، وان ميسون جدتها قربت تموت، وان هو لو وافق على العملية ديت كل جرايمهم هتتحذف في المقابل. وبيوافق ساريوس بس بشرط انها تكون معاهم في العملية علشان ما يتمش التخلي عنهم من الانتربول لو العملية فشلت. وبيقول لها ان قدامهم 24 ساعة علشان ترد عليه. وتاني يوم بيجمع ساريوس الفريق بتاعه مع جي وبيكونوا كلهم مش موافقين على الشغل معاها باستثناء ماجنوس اللي بيكون متحمس بسبب الذهب. وبتحاول جي تقنعهم لان دي عملية هينقذوا بيها حياة ناس كتير. وبيقول لهم ساريوس انها ابتزته بالادله اللي ضدهم في العمليه الاخيره وان هم مضطرين يوافقوا علشان كده. وبتعرض عليهم جي العمليه وبتقول كاميلا ان العمليه ديت مستحيله، بس ماجنوس بيكون لسه متحمس ليها. وبيقول لهم ساريوس ان هم هيحاولوا لان دي فرصتهم الوحيده في انهم ما يتسجنوش، وانهم محتاجين يعرفوا نقطه ضعف يقدروا يوصلوا من خلالها لطريقه ينفذوا بيها العمليه من غير ما يتعرف لارس عليهم. وفي مكان تاني بنشوف ارثر وهو متعلق وبيدخل عليه شخص اسمه كورماك، وبيكلم لارس فيديو كول وبيسأل كورماك أرثر هو ازاي خرج من السجن بعد ما اتقبض عليه بتهم التهريب. فبيعتذر أرثر وبيترجاهم يسامحوه، وبيقول لهم ان الانتربول ما بتعرفش غير نص المعلومات. بس لارس بيقوله ان هو كان لازم ما يتكلمش نهائي، وبيقول لكورماك يخلي الكلب يتعامل معاه. وعند ساريوس بيسأل جي هي ليه بتحب تلتزم بالقوانين وشغالة في الانتربول، فبتحكي له ان هي لما كانت طفلة كانت والدتها مديرة مدرستها، وعلى الرغم ان مدرستهم كانت قديمة الا انها كان فيها لوحة قيمة جدا لفنان اسمه هوكني، واللوحة دي كانت من السبعينات، وان والدتها رفضت تبيعها علشان تحسس الطلاب ان مدرستهم فيها حاجة قيمة وان هم كمان يستحقوا انهم يكون عندهم اشياء ليها قيمة، لحد ما اللوحة دي اتسرقت. ومن وقتها وعدت جي نفسها انها لما تكبر هتقبض على اللي عمل كده. وفجأة بتحس ان هي مش المفروض تتكلم مع ساريوس بشكل شخصي علشان ما يقدرش يخدعها، وبتقوله كده. فبيقول لها انه عمره ما سرق حاجة من شخص كان يستاهلها، وبيقول لها ان هم مش هيسرقوا الذهب بس ولكن هيستولوا على الطيارة اللي هتنقله كلها. وبيعترض فريقه على الفكرة دي لانها صعبة، بس بيقول لهم ان هو محتاج طيارة خاصة تانية تكون قريبة من الطيارة اللي هتنقل الذهب، وبكده ممكن يقدروا يبدلوا التوقيع الراداري. وبتبدأ ميسون تشوف ازاي ممكن يحصلوا على طيارة، وبتقوله ان طيارة اوبري دريك موجودة في لندن لان هو عنده حفلة، بس ساريوس بيقول لها انها اكبر من اللازم. فبتقوله ان طيارة الملكة شارل الثالث موجودة في نورسولوس، فبيقول لها ساريوس ان هي اصغر من اللازم. واخيرا بتبتسم ميسوم وبتقوله ان هي لقت الطيارة المناسبة، وبتكون طيارة الولد اللي كان عايز يشتري لوحة EFT في المزاد. وبيروح له ساريوس مع جي وبيطلب منه يديله طيارته الخاصة مقابل انه هيخلوا صديقه NAT يصمم له لوحة مخصوص، بس ده مش بيكون كافي لإقناعه، وبيقوله ان طيارته مميزة وان تعديلها مخالف للقانون بسبب ان سقفها زجاجي وان ممنوع يطير بيها في المجال الجوي الامريكي. بس بيضحك وبيقول لهم ان هو بيطير عادي رغم انه ممنوع يطير بيها. فبتستغل جي اللي قاله وبتقوله انها ظابطة من الانتربول وانها مقابل مخالفته للقانون هتستعير منه الطيارة وبدون مقابل. وبيدخلوا الطيارة وبيكونوا يقدروا يتحكموا فيها عن بعد من اي مكان، وبيتكلف الانتربول بنقلها. وبيبدأ ساريوس يعمل خطة علشان يقدروا يبدلوها مع الطيارة الحقيقية، وبيفتح ماجنوس ليزر عشان يقدر انه يفتح بيه الخزنة، بس بيكون ده لازم يحصل على الارض علشان ما يكونش فيه اهتزازات والا هتتقفل الخزنة بشكل نهائي ومش هيعرفوا يفتحوها. فبتقترح عليه ساريوس ان هو يستخدم منصة مثبتة، وبتكون كاميلا محتاجة مساعدة علشان تقدر تسوق الطيارة. فبيقترح ساريوس ان هم يستخدموا الكاميرات اللي كانت في قناع NAT ويثبتوها حوالين كل طيارة عشان تقدر من خلالها تشوف كل حاجة. وبيحفز لوك ان هو يقدر يعمل كل ده في وقت قصير. وبيتكلم دانتون مع ساريوس وبيكون ملاحظ اعجابه بجي، بس ساريوس بينكر ده وبيقوله انه حتى لو في اي اعجاب بينهم استحالة يكون في مستقبل في العلاقة دي
لان حياتهم هما الاتنين مختلفة عن بعض. وبتقوله ميسون انها محتاجة لجهاز تشويش علشان يستخدموه في حجب برج المراقبة عن تحديد موقع الطيارة. وبتكون المشكلة ان هما محتاجين شخص بيشتغل في برج المراقبة في مدينة بروكسل عشان يقدر يساعدهم. وبتضطر جي تقوله انها تعرف حد وبتاخد ساريوس وبتروح له. وبيكون الشخص ده اسمه هاري، وان هو كان مخبر سابق واتنقل لبروكسل لان في اشخاص كتير كانوا عايزين يتخلصوا منه. وبتقوله جي على المطلوب منه بس بيرفض لانه ممكن يتقبض عليه، فبيعرض عليه ساريوس $1,000,000 فبيوافق هاري على طول من غير ما يتردد. بس جي بتقوله انها مش معاها الفلوس ديت، فبيقول لها ساريوس ان هو اللي هيدفعها. وبيتواصل هيكلي مع جي في الوقت ده وبيطلب منها ان هو يقابلهم حالا، وبيقول لهم انهم لقوا جثة ارثر متقطعة وعلشان كده عجلوا عملية نقل الذهب وانها هتكون في خلال 10 ايام. وبيقول ساريوس ان الوقت قليل جدا وان هو هينسحب، بس هيكلي بيقوله ان هو مش قدامه اختيارات تانية، وان هو لو ما عملش العملية ديت هيطرد هو وفريقه ويسجنهم باقي حياتهم. وبيوافق ساريوس ان هو يكمل العملية، وبيعرف هيكلي ان هو وافق لان العملية ديت متعلقة بارواح ملايين الاشخاص وان هو مش خايف من تهديده ليه. وبيبدأ لارس استعراض لعملياته وبيتسبب فيضان وبيغرق 13 شخص وبيكون عدد الوفيات في ازدياد. وبيقول ساريوس لفريقه ان العملية النهائية هتكون بعد 10 ايام، وبيتصدموا كلهم بالميعاد وبيبلغهم ان هو لغى المهمة وانه مش هيخاطر بحياة اي حد فيهم وهيكملها لوحده علشان يلتزم بوعده بس ماجنوس بيعترض وبيقوله انه بيحب المخاطرة، وبيقول له كمان انه يكمل معاه للاخر. وبيقول دانتون ان هو كمان مش هتسحب، وبتوافق كاميلا وميسون ان هم كمان يكملوا معاه. وقتها بيكون لوك مش قدامه غير ان هو يدعم فريقه، وبيتجمع فريقهم تاني للمرة التانية. وبيتصل لارس وقتها بمنظمة ليفانسين ووقفوا الفيضانات المبدئية اللي حصلت، وبيأكد العملية الكبيرة وبيقول لهم ان الذهب جاي. وبتكون ميسون في نفس الوقت ده قدرت تعمل جهاز التشويش المحمول وبياخد كل واحد من الفريق قطعة مخفية منه عشان وقتها يقدروا يدخلوا بيها المطار، وفي الطيارة يقدروا يجمعوها مرة تانية. وبيتدرب كل واحد على مهمته وبينجحوا فيها وبيعدلوا الطيارة، وبتكون كل حاجة جاهزة في الوقت المحدد. ولما بيجي يوم العملية بيمثل ساريوس وجي ان هما زوجين اغنياء وبيركبوا في درجة رجال الاعمال، ودانتون بيتنكر في شكل رجل عجوز ماشي مع اسطوانة التنفس، وبيركب جزء من رجالة لارس وهما كمان الطيارة. وبيتحط الذهب في الخزنة، وقبل ما تتحرك الطيارة بيكتشف ساريوس ان لوك مركبش الطيارة. ولما بيكلمه بيعتذر له لوك وبيقوله انه مش هيقدر يخاطر بحياته. وبتقول لهم ميسون ان لوك كان معاه الجزء بتاع معزز الاشارة، وان من غير الجهاز ده لازم يكون حد قريب من حجرة القيادة بحوالي 9 متر. وبيتفقوا ان القطع هيتم تجميعها في حمام الدرجة الاقتصادية، وان هتروح جي تنقلها لحمام الدرجة الاولى، وبتفهمها ميسون ازاي تشغله. وفي الطيارة التانية بتفضل كاميلا تبص على صور عيلتها وبتشغل الكاميرات وبتتحرك بيها. وبتكتشف ميسون وجود رجالة لارس على الطيارة، وبتعرف ساريوس بوجودهم وبتتحرك الطيارة. وبتروح ميسون الحمام علشان تبدأ تجمع الجهاز، وبيبدأوا العملية. وبيكون هاري هو كمان في مكانه في برج المراقبة، وبيروح ماجنوس الحمام هو كمان علشان يسيب الجزء اللي معاه. وبيجي الدور على جي وبيكون باقي 10 دقايق بس علشان هيقابلوا كاميلا. وبتروح جي الحمام الاقتصادي وبتاخد كل الأجزاء في شنطتها، وبعدها بتروح لحمام الدرجة الأولى وبتكون متوترة جدا وبتجمع كل الأجزاء وبتشغل الجهاز. بس لما بتيجي تخبيه بيقع منها على الأرض وبيكون مش فاضل غير 3 دقايق. وبتبدأ كاميلا تدخل المجال الجوي للطيارة، وبيخبط باب الحمام على جي في نفس الوقت، وبتقلق جدا بس بيكون ساريوس وبتطلب منه يدخل يساعدها. وبتقول لهم ميسون ان مفيش وقت، وبي واحد رجالة لارس يخبط على الماء. وبيحاول ساريوس يجمع الجهاز في نفس الوقت ده، وما بيكونش قدامه غير دقيقة او 30 ثانية. وبتقرب كاميلا من الطيارة اكتر، ولسوء الحظ بتعطل الكاميرا اللي موجودة في نهاية الطيارة. وبيكون هاري في برج المراقبة متوتر هو، وبتنجح كاميلا انها تدخل تحت الطيارة، بس بتظهر شاشات برج المراقبة. وبتلاحظ ده ساندرا زميلة هاري، بس هو بيقول لها ان ده بيحصل احيانا وان غالبا بيكون خلل. ولما بتقوله ان هي هتبلغ الاداره لانها اول مره تشوف ده بيحصل، بيمثل انها بتقلل من قدراته لانه بيستخدم كرسي متحرك وشايفاه غير مؤهل. فبتعتذر ليه، وفي نفس الوقت بتختفي طياره كاميلا من الشاشه. وبتمشي ساندرا وهي متوتره جدا، وبيخرج ساريوس ومعاه جي من الحمام، وبيدخل وبترجع ساندرا تاني تعتذر لهاري وبتقوله انها ما تقصدش اللي هو فهمه. فبيستغل شعورها بالاسف وبيطلب منها تشتري له قهوه من مكان بعيد، وبيخليها تمشي. وبيتصل بالطياره الاصليه وبيقول لهم ان في امطار ورياح شديده وضباب، وبيطلب منهم يتوجهوا لاقرب مطار ليهم، وبيوجههم لمطار سي دي اف في كورتينا.
وبيتصل بكاميلا وبيقول لها تشغل الطيارة اللي بدون طيار، وبيطلب منها تخرج من المجال الجوي، وفعلا بتعمل اللي هو قال عليه. وبتقول المضيفة ان بسبب سوء الاحوال الجوية هتهبط الطيارة في كورتينا. وبيبدأوا رجالة لارس ان هم ياخدوا شنطهم، وبيطلب ساريوس من ماجنوس ودانتون يبدأوا يشتغلوا على الخزنة. وبيمثل دانتون ان هو مش عارف يشغل جهاز التنفس، وبيطلب من المضيفة تساعده وبيشغلها لحد ما ياخد ماجنوس واحدة من الاسطوانات ويروح للمكان اللي موجود فيه الخزنة. وبتوقف ميسون شبكة الانترنت اللي موجودة في الطيارة في خلال الوقت ده. بتشوف المضيفة واحد من رجالة لارس وهو ماسك حاجة غريبة، فبتفتكر انها سيجار الكتروني، وبتقول انها ممنوعة فبيرميها قدامه، وبيقول لها انه مش هيدخن في الطيارة. ولما بتوشي بيشاور للشخص التاني اللي معاه وبيخرجوا ادواته وبيركبوها مع بعض. وبيروح ماجنوس لغرفة الخزنة وبيركب كل حاجة، وبيدخل غرفة الضغط وبيثبت جهاز الليزر على الخزنة، وبيكون محتاج 10 دقايق بس. رجالة لارس بيتحركوا بالمسدسات اللي ركبوها، وبينزلوا من الدرجة الأولى، وبياخد كل واحد من رجالة لارس مسدس، وبيروح واحد منهم ناحية المضيفة وبيهددها بالمسدس، وبيطلب منها تكلم الطيار وتخليه يهبط في زيوري. وبيقول ساريوس لجي انهم لازم يوفروا وقت المجنون، وبتتهز الطيارة في الوقت ده وبيقع على الأرض. وبتاخد جي المضيفة وبيحاول ساريوس انه يضرب الشخص اللي معاه المسدس، ويفضل يضربه بالشنطة، ولما يجي الشخص التاني يساعده بتضربه، وبينجحوا ان هم يبوظوا المسدسات وبيكملوا ضرب في بعض، وبتفضل الطيارة توقع فيهم بسبب الهبوط. وبينجح ماجنوس في الوقت ده في فتح الخزنة، وبيمسك واحد من رجالة لارس المسدس وبيركبه تاني، وبيكون هيقتل جي بس ساريوس بيضربه وبيخليه يفقد الوعي. وبياخد جي علشان يروح لماجنوس، بس بيقابلهم كورماك هناك، وبيكون كورماك معاه مسدس وبيسألهم لو كانوا رايحين للدهب. وبتكون الطيارة بتهتز بسبب الهبوط الصعب بسبب الجليد، بس بينجح الطيار في الهبوط وبتهبط كاميلا هي كمان. وبياخد كورماك جي وساريوس للخزنة ومعاه 2 من الرجالة، بس بيتخانق فيهم وبيقول لهم ان لارس مش هيعدلهم اللي حصل. وبيتصل بيه لارس في نفس الوقت وبيقوله ان في طيارة بدون طيار هبطت في مطار زيورخ، بس كورماك بيطمنه انه قدر يقبض على اللصوص. وبيطلب منه لارس يجيب له الذهب مع اللي حاولوا يسرقوه، وبيعرفه انه قدامه ساعة واحدة بس على لهم اللي هو قال عليه. وبينزلهم كورماك من الطيارة وبيطلب من كاميلا تتحرك بيهم في الطيارة الخاصة، بس ساريوس بيقوله ان طيارتهم مش هتتحمل وزن الذهب مع كل الاشخاص، فبيقوله انه هيخفف الاحمال، وبيطلب من رجالته يتخلصوا من ماجنوس. وبيعرف هيكلي بالهجوم اللي حصل على كاميرا القيادة، وبيطلب من رجالته يتعقبوا الطيارة الخاصة بسرعة. وفي الطيارة بتفضل كاميلا تحرك الطيارة وتوقع رجالة لارس، وبتقول لكورماك ان ده بسبب الذهب، هو مخلي الطيارة تفقد توازنها، وبتزود من سرعتها علشان تتخلص من المكعبات المعدنية اللي كانت مخلية الطيارة مخفية. وبياخد ماجنوس واحد من رجالته لارس المكان بعيد عن الطيارة، وبيقدر ماجنوس انه يضربه بس ما بيقتلوش وبيسيبه وبيمشي. لما بيحاول يقتله من ظهره بيضرب ماجنوس رصاصة بالغلط وبتيجي في ايد الشخص ده وبتقطع جزء منها، يسيبه ماجنوس وبيمشي. وبيقدر هيكلي انه يتتبع الطيارة وبيعرف انها متجهة لإيطاليا، وبيحدد عقار تابع للارس هناك، وبيقترح عليه مساعده يتصل بالشرطة المحلية هناك، بس هيكلي بيقوله ان ده مش هينفع لان معاهم دليل ضده، وبيقوله انه هيتصل بالناتو ويقول لهم ان في طيارة بتسجل تهديد عليهم في مجالهم الجوي. ولما بيقول المساعد ان جي على الطيارة بيقول انه مش هيخاطر بتسليم الذهب للارس، وبيتصل بالناتو وبيبداوا التحرك فورا. وبتروح ممثلة من منظمة ليفانسين للارس، بتكون عارفة ان الطيارة ما هبطتش في زيورخ، وبيحاول لارس يقنعها بان دي خطتهم من الاول علشان يشتتوا انتباه الشرطة وان الذهب هيوصل هنا. وبيتفاجئ بيها بتحذره ان هو لو ما سلمش الذهب خلال ساعة كل حساباته في البنوك هتتهكر ومش هيبقى فيه اي فلوس وبتقوله ان ده سبب استخدامهم الذهب لانه ما بيتعرضش للتهكير ولا التتبع. وبيتصل هاري بالناتو وبيعرفهم ان احتمال كبير جدا يكون في مدنيين على الطيارة اللي بيتتبعوها، بس لما بيتواصل الناتو مع هيكلي بيقول لهم انه مش هيخاطر بوصول الذهب لمنظمة ليفانسي، وبيقول لهم ان هم يوقعوا الطيار. وبيحذر طيارين الناتو كاميلا بانه قدامها 60 ثانية للرد والا هيتعرضوا للقصف، بس كورماك بيكون فاكر انهم بيخدعوهم وبيمنعها ان هي تستجيب، بس ساريوس بيشتبك معاهم هو وجي وبيقع اللاسلكي على الارض، وبتقدر جي انها تاخد اللاسلكي وبتبعد على تردد الناتو، وبيتم تأكيد وجود رهاين على الطيارة. وبيتواصلوا مع هيكلي مرة تانية وبيرفضوا اسقاط الطيارة وبيعرفوا ان هم هيتتبعوها وبينسحبوا. وبيكمل ساريوس اشتباك مع كورماك، وبيدخل واحد من رجالته الكاميرا وبيضربها علشان يجبرها على الهبوط، فبتزود السرعة وبتوقعه بس ايديها بتتخبط. وبيطلب ساريوس من جي توصل لجهاز التحكم وبيخليها تفتح الباب، وبيخبط كورماك برجله وبيوقعه. وبيروحوا بسرعة لكاميرا القيادة وبيقعد مكان كاميلا، وبيقدروا يرفعوا الطيارة بس بيحصل خلل ومش بيقدروا يتحكموا في توجيهها.
وبتقول لهم كاميلا ان هم لازم يهبطوا حالا والا هيموتوا كلهم. وبيكونوا وصلوا لمجمع لارس، وبيقول ساريوس ان هو مش هيلحق يوصل لمدرج الهبوط، وبيهبط هو كمان في الطريق. وبيفتكر لارس ان دهب وصل، بس بيتفاجئ بحركة الطيارة وبيعرف انها فاقدة السيطرة. وبيحاول ساريوس يوقفها بس بتتقلب بيهم، وبيتحرك الدهب من الطيارة وبيكسر الباب وبيقع على الارض. وبيتحرك لارس هو ورجالته للطيارة وبيخرجوهم منها. وبيشوف ساريوس ان في كاميرا لسه موجودة على جناح الطيارة، فبيدي اشارة لميسون وبيتكلم على اللي حصل في البندقية. بتفهم هو يقصد ايه، وبيقول لها دانتون تنفذ اللي طلبوا منها. وبيسأل لارس ساريوس ومين، بس ساريوس بيتجاهله وبيتكلم مع ممثلة منظمة ليفانسين اللي بتطلب من رجالتها ينقلوا الذهب للقارب. وبيحاول لارس يأكد لها ان كل حاجة تحت السيطرة وبتكون هتمشي، بس لارس بيضربها بالرصاص في رجلها وبيقول لها ان هو سابها عايشة علشان تقدر تكمل شغلها. وبيسألها لو كان اتفاقهم لسه شغال، واول ما بتقوله لا بيخلص عليها. وبيسأل ساريوس تاني هو مين فيهم عميل الانتربول، وبيبص على جي، لكن ساريوس بيقوله ان هو عميل الانتربول وان اسمه جلادويل، وان اللي معاه اشخاص مدنيين كورماك خطفهم. وبيرفع لارس المسدس علشان يقتل ساريوس، بس الشرطة بتوصل في الوقت ده وبتقول لهم جي انها من الانتربول. بس لارس بيقول لهم انه كان بيحاول يحمي العقار بتاعه لان هم اقتحموه. بس ساريوس بيطلب من ميسون تشغل الفيديو اللي سجلته الكاميرا، وبتشوف الشرطة اللي حصل وبتقبض على لارس. وبيوصل هيكلي مع ستيفانو في طيارة هليكوبتر وبيتكلم مع الشرطة، وبيقول ستيفانو لجي انه ما كانش معتقد ان المهمة هتنجح، وبتعرف ان هيكلي هو اللي كلم الانتربول وكان هيفجر الطيارة وهي فيه، وانه محاولش ينقذها. وبياخد ساريوس كاميلا وبيمشوا، ولما بيحاول هيكلي يتكلم مع جي بتضربه في وشه وبتقوله انها بتستقيل، وبتروح لساريوس اللي بيعرض عليها انه يوصلها. وبياخد ساريوس جي المكان وبيقول لها انه معجب بيها وان هو ما كانش المفروض يخسرها لما تعرفه اول مرة. يعرفها انه قدر يوصل للشخص اللي سرق لوحة هوكني وان هو اشتراها علشان يرجعها لمدرستها. وبيقول لها ان هم سرقوا الذهب وان في جزء تاني من القصة هي ما تعرفوش. وبنعرف ان هم لما راحوا لهاري ماجنوس قلت سبايك الذهب وشحنوها في نفس الطيارة. في الوقت ده اللي اشتبكوا مع رجالة لارس في الطيارة، ماجنوس رمى الذهب من الطيارة مع مظلات، واللي اهتم بيه هو لوك واتحكم في الذهب عن بعد وخلاه يهبط بأمان. وان هيكلي اخد ذهب مزيف عبارة عن حجارة مطلية. وبيقابلوا باقي الفريق وبتنضم جي ليهم. بيفضل الذهب علشانهم. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهاردة. ما تنساش اللايك والشير وقول لنا ايه رأيك في فيلم النهاردة.